السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسفة جدا جدا إن أنا اتأخرت عليكم، بقاله فترة طويلة جدا ما طلعتلكوش، بس كان عندي شوية ظروف والحمد لله اتحلت، وأنا دلوقتي تعبانة، معلش صوتي تعبان سامحوني. ودعوة حلوة كده في الكومنت، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا. هنعمل اليوم وصفة جميلة وسهلة وبسيطة، وإن شاء الله تنول رضاكي، وكل اللي يدوقها يقولك اعمل لنا منها تاني وتاني وتاني. اول حاجه هتجيبي معايا علبتين من نفس الصنف، هتجيبي علبتين لازانيا، المكرونه اللي هي طبعا انت عارفاها في السوبر ماركت اهي. اهي حبيبه قلبي المكرونه الشرايط العريضه دي اهي، هنعمل بيها اللازانيا دحين. تمام. عملت بقى ايه، قلت عشان ما اطولش عليكي الفيديو ومبقاش ضيعت وقتك، انت ايه تقدري اقولك احكيلك بسرعه انا عملت ايه، عشان كمان كان النور مقطوع. بصي حبيبه قلبي، جبت نص كيلو لحمه مفرومه مع بصلتين متوسطين، يعني داخلين في ربع كيلو كده. عملت ايه، حطيت الزيت النباتي بتاعي، وبعدين حطيت البصل مقطعاه مكعبات صغير كده، يعني لو عملتيه في الكبه لفتين بس، لو على ايدك كده مكعبات. بعد كده بنزل بالزيت وبحط معاها البصل تتشوح تشويحتين، اوعي تحرقيه ولا تغير لي لونه. بعد كده بزحهم على جنب زي ما قلت لك في كل فيديوهاتي، تنزلي باللحمه صدمه من ناحيتين، وبحط معاهم قرن فلفل حامي او زي ما انت عايزه. بعد كده بتاخد تشويحه البصل مع اللحم. بعد كده بنزل ب3 معالق صوص طماطم مركزين، وبنزل معاهم بكاسه ميه سخنه، وبقلبهم كده لحد ما تستوي وتبقى عامله هو ده الشكل النهائي للحم المفروم. بعد كده انا جبت معايا الزبده، معلقتين زبده ومعلقتين طحين و2 مرقه لحمه ومرقه دجاج، ومعايا 3 كاسات حليب، هحط معاهم كاستين مويه. يلا بينا نكمل الوصفه على الغاز. حبايب قلبي، ولعت على القدر او الحله بتاعتنا، وحطيت معلقتين زبده. تمام، هي دلوقتي لازم تحطيها وهي سخنه. مكدوب معايا كده الزبده، اوعي تسيبيها تسيح قوي وتتحرق منك. انزل على طول بمعلقتين الدقيق اهو، بصي في نفس الدقيقه. تمام، وباخد معايا ميه سخنه على طول كده، على طول اهو ميه سخنه. بصي كاسه ميه سخنه اهو، شايفه بعمل ايه، شايفه مسكت معايا ازاي اهو. لسه ما حطيتش الحليب ولا حطيت اي شيء. اول ما حطيت الزبده حطيت الدقيق او الطحين، بنزل عليها بكاسه الميه السخنه. شايفه القوام، ولا الكلكع منك ولا تقولي بيبوظ مني البشاميل ولا اي شيء. بصي كريمه كريمه اهي. بعد كده بنزل عليها ب3 كاسات حليب، يبقى انا حطيت كاسه ميه سخنه، بنزل عليها ب3 كاسات حليب اهو. اهو ايديا ما تبطلش شايفه اهو، ايديا ما تقفش. حطيت كده حوالي كاسه ونص، واستنى شويه الف مع ميه اهو، بعدين اكمل الكاسه ونص التانيين اهو. شايفه انا مش موطيه النار اهو، بخلص كله في نفس الدقيق اهو. اهو كده ما حطيت الحليب كله ال3 كاسات، ومعايا كاستين مويه اهو، ميه يعني. هحط بقى، بصي الملح مش كتير ازاي، شعره كده، و2 مرقه لحم، عشان انا بعمل كل حاجتي النهارده باللحم. لو ما عندكيش حطي مرقه دجاج عادي، ورشه جوز الطيب وفلفل اسمر اهو. اهو ده البهارات بتاعه البشاميل بتاعنا اهو. اهو تدوبي بقى كده معايا مرقه اللحمه او مرقه الدجاج لحد ما تدوب معاكي اهو. تمام. تقلبتين وهطفي عليه، انا عايزاه سايل كده مش عايزاه سميك. تمام اهو حبايب قلبي. بعد ما عملنا بقى البشاميل زي ما انتم شايفين كده، السمك بتاعه كده خفيف. تمام، زودت عليه معلقه بريزيدون من السايحه دي اهو. هنزل بقى كده. تمام، طبعا دي الجبنه البريزيدون تحسها ايه قشطه كده يعني، ولو عندك معلقه قشطه ممكن تزوديها اهو.
خلاص حطيت اول طبقه. اول طبقه كترتها كده شويه زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده بنزل اهو بالمكرونه بتاعتي اهي، لازانيا دي اهي. بسم الله بسم الله. بحط كمان معلقتين بشاميل من الخفيف اللي انت شايفاه ده اهو. خلاص كلها كده متغطيه اهي. حبايب قلبي بعد ما حطيت صفين من المكرونه اللي هي لازانيا وحطيت عليها البشاميل اللي وريتهولكوا، حطيت كمان هنا 3 معالق اهو، 3 معالق من اللحم اللي بالصوص الطماطم اللي زودت معاه معلقه سكر. اوعي تنسي حبيبه قلبي، نسيت اقولك على البهارات اللي حطيتها على اللحم. حطيت ملح وفلفل، وحطيت رشه جوز الطيب، ورشه توم باودر، ورشه قرفه، ورشه جنزبيل. هي دي البهارات اللي بحطها على اللحم بتاع العصاج بتاع المكرونه اللازانيا. تمام. هنزل بقى كمان اكمل اهو. بسم الله. واروح نازله عليها البشاميل بتاعي اهو. هو ده بدل السلق المكرونه. اوكي، احنا كده هتخليها تستوي زي كده. فكره ايه؟ زي كده فكره، شكرا، زي فكره ايه؟ زي فكره كده المكرونه بتاعت الليبيين حبايبنا اللي هي ايه، المبكبكه. تمام اهو. طبعا عندك الحته دي هتعملي ايه؟ بقطع المكرونه كده اهو، بعملها كده اهو. تمام. هكمل صف تاني وارجع لك. طبقتين، حطيت كمان طبقتين من المكرونه اللازانيا ونزلت عليهم بالبشاميل السايح اللي انتي شفتيه ده. بعد كده انا عملت لحمه في الاول بعد 2، ودلوقتي حطيت 2 تاني، وبنزل بكمان طبقه لحمه بالصوص الطماطم زي ما انتي شايفه كده اهو. بسم الله اهو. بعد كده اهو يا قلبي. بصي حبيبه قلبي، التركايه دي مش هتلاقيها في اي مكان غير منين؟ من الشيف ناني فقط. هتحطي هنا جبنه موتزاريلا. تمام. بصي هتحطي جبنه موتزاريلا حبه كده. اوكي يا قلبي، وهتشوفي هتعمل معاكي نتيجه عامله ازاي، هتدعيلي بسببها. اوكي يا حبيبه قلبي. بعد كده نكمل الوصفه بتاعتنا. نعمل ايه بقى؟ اخر صف بقى بنحط بقى البشاميل بتاعنا اهو اهو اهو. بصي حبيبه قلبي اهو. الجبنه الموتزاريلا لو اتحطت على الوش بعد البشاميل بتنشف معاكي وتجلد، وكده كده ما بيبقاش ليها طعم. تمام. اما لما بتحطيها وبتغطيها كده بالبشاميل بتدي معاكي طعم وبتشد معاكي وبتمط، عشان الفرن مش هينشفها معاكي لان انت حطاها تحت طبقه البشاميل. اوكي خلاص كده. انا احطها في الفرن على درجه حراره 180. هحطها في الرف الاوسط نص ساعه او 25 دقيقه. بصي عليها وشوفيها بالشوكه كده اخبارها ايه، وطلعيها وما طلعها اوريها لك. حبايب قلبي قعدت بالظبط نص ساعه الا 5 دقايق. سويتها حطيت الشبكه بعد النار كده مباشره، ما حطيتهاش على النار مباشره. وبعد كده ما قعدت تلت ساعه رفعتها ال5 دقايق الاخرى فوق في قدام الشبكه. وبصوا طلعت معايا، بصوا بسم الله ما شاء الله. هوريكي، هقطع معاكي اهو.
بسم الله ما شاء الله. جربي الوصفة مرة هتعجبك.